السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم حتى خير. فضلا وليس امرا، نتمنى انكم تابوناو وتخليو لي لايك وتبارطاجيو الا كان عجبكم هذا المحتوى ونبداو على بركه الله. انا سميتي حياه، تزاديت وكبرت في واحد العائله. كنا دراوش صراحه، ما عندناش وما خصناش. الوالد ديالي مسكين كان تيتقاتل علينا. المهم تيدير داكشي اللي عليه. كنا ديما واكلين ديما شاربين ديما مكسيين، ولكن على قد الحال على قد الجهد ديالو. كنا ساكنين في واحد الفيلاج صغير شويه بحال هكا، ماشي شي فيلاج كبير. وكنا حنا 6 الخوت. خوتي كاينين جوج بنات الاولانيات هما اللي تزادوا الاولاد، موراهم 3 الدراري. دازت 8 سنين تقريبا تا امي صافي جمعات وطوات. ايوا صدقات حامله بيا. ايوا مسكينه ما عجبهاش الحال الصراحه، ما بكات وما مهمه. قالت صافي انا كبرت على الاولاد ويلا نبقى نخرق ويلا نبقى نرضع. المهم مسكينه ما عجبهاش الحال، صافي سلمت امرها الله. تيقول لها الوالد ديالي تيقول لها ما تقوليش بحال هكا، هذا راه هادي زعما عطيه من عند الله، ما خصكيش ديري بحال هكا. صافي قبلت بامر الواقع. هكا ولداتني، وفاش تزاديت بحال تبدلات هذيك الفكره ديالي، لان خوتي صافي بحال بداو تيكبروا وانا كنت هكا بيبي صغيره. بحال رجعت ليها رجعت لها ديك الصغر ديالها. با حتى هو مسكين حس بيا بحال اول ولده لي. المهم فرحوا بيا قداش وداروا لي اسبوع كبير، وكنت مدلعه وكنت مفشه. المهم كنت انا هي الكل في الدار، وحتى كنت مغيره عليهم. كنت زوينه بزاف. كانوا عندي واحد الملامح راه اللي شافني كيتفتن بيا الصراحه. صافي مع دوك الفشوش وداك الصراخ تكون ما تتشقى ما تتقرا ما حتى حاجه، كسوله. ملي بديت نكبر شويه بنت لي واحد بنت هكا لاطاي ديالي. كانت عندي واحد لاطاي اش غنقول لكم، راه حوته كتمشى. المهم اختكم معفره ومنفخه، خوتي كيديروا لي الخاطر، الوالديه حتى هما تيديروا لي الخاطر. اللي شافني كيحماق عليا. تنمشي للمدرسه يتبعوني. ما اللي شافني تيتبعني. نرجعوا ثاني للدار هكاك. كنت نجيب الخطاب، راه انا في اعداديه وتنجيب الخطاب للدار. وكنت حتى الطول كنت طويله، يعني كنت باينه واخا هكا وسط هكا وسط، يعني في داك لاج ديالي تنبان بحال كبير على لاج ديالي. كنت طويله، كنت جامعه الطول والفورمه زوينه ولي هونش والزين. المهم كلشي كنت جامعه تبارك الله. صافي وصلت تقريبا لهداك الكاتريام. صافي ما انا تنقول انا ماشي ديال القرايه، انا ديال دي شي امير يجي ويتزوج بيا والخدم والحشام. المهم كان عندي واحد التفكير هارب. كنت معتبره راسي فوق البشر. كثرت ما كنسمع داك المدح وتنسمع المجاملات وتنسمع، كنعتبر راسي فوق البشر. بحال انا ربي خلقني وما خلقش شي واحد من غيري في هذاك الزين. ايوا المهم تبرهيش وصافي. اختي الكبيره كاع تزوجات. المهم درنا لها العرس ديالها وداك الشيء. مشات تزوجات. اختي الثانيه حتى هي كذلك دوزت تقريبا من مور اختي الاخرى تقريبا شي 4 سنين حتى هي تزوجات. انا درت داك 17 عام. اختي الثانيه تزوجت في واحد المدينه بعيده. وفاش وصلت لهداك الشهر الاخراني ديالها باش تولد، خاص شي واحد يقابلها. انا جالسه في الدار ما تندير حتى حاجه. امي مقابله خوتي وداكشي. انا المهم فاش كبرت شويه بديت هكا شويه كان بحال تنتحرك شويه في الشقه. ملي تزوجوا خواتاتي وليت هكا تنعاون شويه الوالده، واخا هكاك داك الشقه الملاوط وصافي. وباش تخليني انا في الدار وتمشي عند اختي ما يمكن ليهاش، لان مسكينه تمحنات في هذاك الحمل ديالها جا صعيب. خوتي راكم عارفين 3 ديال الذكور كي غدير مع ماكلتهم. انا ما قدش عليهم حوايجهم، ما نقدش عليهم. المهم امي اللي تعرف ليهم. انا صيفطاتني قالت لي بقيت تعاوني مع اختك، بقيت تسخري ليها، بقيت تمدي ليها الحاجه، بقيت تشقي ليها. المهم قلت لها صافي. مشيت اول مره ديك الساعه نمشي عند اختي من نهار تزوجات. عجباتني داك المدينه فاش كاين. المهم هي كانت بعيده علينا شي 3 السوايع تقريبا بحال هكاك ديال الطريق. مشيت عندها. هكا المهم مسكينه فرحات بيا، تهلات في دوك الايامات. كنقول لها غير سخريني، بقينا غير تسخريني. انا ما بغيتش زعما داك الشقه ديال الدار ما عنديش معاه بزاف. حتى صراحه ما كانش عندها شقه بزاف. صافي تنشقى ليها بحال هكا داك الشقه الملاوط كما العاده. تنخرج بحال هكايتها تتسخرني. تنمشي بحال هكا
تقول لي مثلا سيري جيبي مثلا قبضه ديال النعناع، عوض ما نمشي نجيبو من عند هذاك اقرب واحد كنمشي عند ابعد واحد باش نضيع، باش نبقى طالقه رجليا باش صافي. حتى لواحد النهار وانا صراحه واحد القضيه فيا ما كنتش تندوي مع حتى شي واحد. كنت يعجبني الهضره الزوينه، بقى شي واحد يبقى هكا يبقى يتغزل فيا وداك الشيء، ولكن باش نعطي نمرتي ولا باش نهضر مع شي واحد نتلاقى معاه ولا مستحيل. حتى لواحد النهار تبعني واحد بالطوموبيل، فهادوك الايامات نيت تبعني واحد بالطوموبيل وعطاني النمره. خديتها اول مره كناخذ النمره ديال شي واحد، وصلت للدار دوزت النمره وصيفط ليه ميساج قلت ليه راه انا هي ديك اللي عطيتها قبيله النمره. صافي بديت نهضر انا وياه. المهم الدري صراحه عجبني، المهم بعدا غير الطوموبيل والدري كيفاش داير والزين وهذا. انا صافي شنقول لك، اول واحد كيعجبني الصراحه فهادشي كامل اللي دور معايا، والخطاب اللي جاو خطبوني ما خصكم راه الخطاب جايين غاديين الجيران خاطبين العائله خاطبه وهم كلشي. المهم بديت ندوي معاه، عجبني تيقول لي ما عمري شفتي وحده بحالك، ما عمري شفت شي زين بحال ديالك، ما عمري. المهم انا صراحه في الاول كنت غير تنضحك وتنسكت، من بعد تطلقت معاه عجبني الحال. اختي ولدات تيقول لي كنتلاقاو، تنقول له مستحيل نتلاقى انا وياك، ما تقولش لي كاع هذيك القضيه نتلاقاو. صافي قلت لكم اختي ولدات، ما تهضرش معاه بزاف. المهم اختي مخبيه عليها الموضوع، غير هكا الا خرجات ولا الا خرجت انا هي فاش ندوي في التليفون ولا في الليل هكا كانت ميساج انا وياه. تقريبا مهم دوزت مع اختي تقريبا شي 2 سيمانات 3 سيمانات، ولا اختي هكا تنوض لشقاها وداك الشيء. هو قال لي صافي دابا ملي خوات عندكم الدار وهذا ونتلاقاو. قلت له لا ما يمكن لياش. صافي تيحاول معايا خاصه ان اختي دوات مع امي بينها بين بعض بيناتهم بحال هكا، وقالت ليها علاش لي ما تخليش ليا حياه تجلس معايا ديما. وبحال هذيك الهضره هي اللي ولات مطروحه هذوك الايامات، واش امي توافق ولا لا. قالت لها هي جالسه هنا مدينه كبيره تقدر هكا تعاوني يعني بما هكا نبرا مزيان داكشي، تمشي تدبر على خدمه وتجلس معايا راه منساني. واختي نيت براني على ديك البلاصه ما كدير لا جيران لا صحابات. ايوا امي قالت لها بلاتي نشوفوا نرد عليك وداكشي. حتى لواحد النهار اختي قالت لي شوفي راه كيفاش راه قلت لامي قنعتها وانت غتجلسي معايا الا بغيتي. قلت لها الله يا خويتي بالفرحه عليا نجلس معاك، اش بغيت ندير بداك الفيلاج كله تيقنط. فيما درتي تلقاي العائله، فيما درتي تلقى خوتي، اللهم معاك بعدا حسن. صافي فرحت وداك الشيء، صيفطات لي امي حويجاتي وهكا وصافي بحال وليت جالسه رسميا مع اختي. هو داك السيد فاش عرف ولا شويه مع في الاول كان تيتصحاب لي واش انا غادي بحال واحد شويه غادي نمشي ولا زربان على داك الملاقيه. من بعد بدات ياكل ليا راسي بشويه بشويه، يعني عنده الوقت فين ياكل ليا راسي بشويه 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 بشويه، حتى طحت لي في الشبكه. تيقول لي انت مرتي وانا بغيت نتزوج بيك وما يمكنش ليا نجي لداركم بلا ما نشوفك مزيان، وبغيت نشوف كنتي كتضحكي، بغيت نشوف كنتي كتهضري، انا مره وحده اللي شفتك. المهم راكم عارفين وصافي. قلت لي صافي واخا. مشيت قلت لاختي قلت لها انا غنمشي قلت لها نمشي نقضي شي غرض وشي حاجه بحال هكا. قالت لي صافي سير مع مسكينه كتثق فيا الصراحه، وحتى انا ما كنتش زعما خفيفه ولا ما كنت جايبه لا عين لا والو. اللي شافني كيقول تبارك الله ما شاء الله، رزينه ثقيله وكلشي. صافي هو هذاك تلاقيت معاه جا بحال خرجت من السيكتور ديال فين ساكنه اختي، واختي ما كيعرف حتى شي واحد. راجل اختي حتى هو يعني على الناس بالوقر، ما كي ماشي داك النوع اللي هو اجتماعي ويعرف هذا ويعرف هذا. حتى هو تقريبا الناس ما كيعرفوش تما، برانيين هما بجوج تمايا. مشيت حتى لبرا ديال السيكتور وركبت معاه في الطوموبيل، وانا عند بالي غنبقاو تما في الطوموبيل غادي غير هكا يكحز الطوموبيل من على الطريق شي بلاصه بحال هكا نهضروا شويه وداك الشيء وكما قال لي شوف الابتسامه ديالي وشوفني كيفاش تنهضر وشوف يشوفني هكا عن قرب باش يقتنع بيا مزيان ويجي لدارنا. هادشي اللي انا اللي قال لي. مشيت على داك الاساس شويه ويقول لي والله نديك على واحد البلاصه زوينه راني وجدت لك واحد المفاجاه. قلت له هادشي ما اتفقناش عليه. قال لي وكاين شي مفاجاه كيتفقوا عليها الناس ندير مفاجاه. قلت له صافي واخا مرحبا. قلت له غير ما تبعدنيش بزاف راه اختي راه غتهول عليا. قال لي لا ما تخافيش. بقى غادي تخرج من المدينه. قلت له راه بعدتي بزاف. قال لي راه المفاجاه اللي دايرك راه دايرك فواحد البلاصه بحال كرومانسيه، واحد البلاصه ما عمرك شتيها وانت ما كتعرفيش المدينه وكذا وكذا. قلت له انت يقصو. مشيت معاه تيقصو حتى داني واحد الغابه.
تما شد ليا يديا بحال زعما سد ليا عينيا، وداكشي انا كنتسنى ما عرفت شنو غنشوف الورد وغنشوف شي قلب ديال الورد بحال هكا مرسوم، ما عرفت شنو غادي يبان ليا كاع تما. حتى لشويه ويدفعني بحال هكا وندور عنده. قلت له علاش دفعتيني؟ راه شويه ما جبتيني على وجهك، كنتي مغمض ليا عينيا. قال لي على انتيا جبتك هنايا بالسلامه، اين مفاجاه بغيت ندير معاك، واش لاباس تيقتي راسك؟ قلت له كيفاش؟ صافي وتعدى عليا. بديت تنغوت، بديت تنضرب فيه، ما قديتش عليه الصراحه. ما هو تبارك الله راه كان واحد الدري اللي هو كان طويل وصحيح وكيلعب وتيتريني وهذا، يعني مستحيل نقد عليه. المهم تكرفت عليه في داك الخلا، شو يقول لي زيد نرجعك لداركم. قلت ليه حشومه عليك هادشي اللي درتي ليا، وديك الساعه انت قلتي لي بغيتي تزوج بيا وانا ما عمرك شتي عليا شي حاجه خايبه، علاش درتي فيا هكا؟ انا راه بنت الناس ماشي بنت الزنقه، علاش درتي ليا هكا؟ قال لي انا شد معاك الخاطر هاد الايامات كامله باش نوصل لهاد الشيء. الا كان عند بالك بان برهوشه ديال الخلا غتبقى تقول لي لا وتبقاي تلعبي عليا الشريفه العفيفه وهذا، انا عارفه، انا شايف كيفاش كتمشي اصلا. قلت ليه كيفاش؟ انا كيفاش كنتمشى مع انا المشيه ديالي شويه كنبقى غادي وكنجر رجليا، تندير بحال شي تشوفوني بحال هكا في الزنقه بحال هكا، بحال شي المهم غتاخذوا عليه واحد النظره خايبه. كنتمشى وكنبدا نجر في رجليا وكنلبس شي حاجه بلا وتلبس هكا شي عبايه وكنبدا هكا وتنضغ في المسكه وتنشوف جنب بحال هكا ونشوف جنب بحال هكا. انا هكاك دايره حتى دارنا كيقولوا لي حيدي منك هذيك القاعده، ولكن انا هكاك دايره كنرتاح في هذيك المشيه بحال شويه ما تمشي بحال مرخيه بحال مايعه. وهي راه مشيتي عادي وراسي خاوي وماشي زعما كنقلب على شي واحد ولا عادي. قال لي غاديك المشي ديك راه باينه بانك ما ماشي بنت الزنقه، وبانك بنت الزنقه وانا راني مدوز قبل منك، راه عارف تنميز بين بنت الزنقه وبنت دارهم، ما ديريش عليا داك الشريفه العفيفه. صافي بقيت تنبكي، جا ويعطيني واحد الصرفيقه، مع بديت تنغوت يعني دخلت في واحد الهستيريا. جبدا معايا واحد الصرفيقه لحني في الطوموبيل ورجعني للبلاصه مني هزني. رجعت للدار كل حالتي حاله. قالت لي اختي مالك؟ قلت لها المهم حاولت انني نقاد داكشي اللي خصني نقاد بحال هكا، يعني قديت حوايجي شويه وقديت شعري شويه، وكان باين عليه بانني مرمده مع راه الخلا راه تراب. قلت لها مالكين؟ قلت لها والو، راه غير كنت هكا غاديه مشيت لديك البلاصه اللي قلت لك وتلاقيت مع وحده ونتفاتني وحقرات عليا وكذا وكذا وكذا، مع معروفين الناس ديال ديك المدينه شويه صعاب، وهي اصلا كتتعاود عليا تتقول لي اختي راه عندك تجبدي مع شي وحده صداع هنايا، راه تشدك شي وحده تريشك، راه قاصحين هما راه صحابين فهمتي. كانت هي كتقول وانا انا بحال قلتو ركزت على هاد النقطه ديال شي وحده نتفاتني، غدزت من حداها ما شفتهاش وجات بحال هكا ونتفاتني وتعدات عليا ودارت لي وفعلت ليا. هنا ملي جيت اختي وبديت نقول باش ندعم هذيك الفكره مزيان في راسها باش ما تمشيش بعيد، كنقول ليها والله ما تبقى فيها وانا باقا عاقله عليها، والله ما تبقى فيا، انا بقات فيا الشمته وعلاش دير ليا هكاك وانا ما رضيتش. واختي عرفاتني ما كنرضاش وشويه شعنونه، يعني كنضارب وداكشي، يعني فاش كيحقر عليا شي واحد ما كنرضاش، ما كتبغيش دوز ليا. صافي قالت لي وصافي بردي وهذا ولا تلاقينا مع شي نهار غنتحاموا عليه انا وياك، غير ما تخافيش وما ديريش في بالك بحال هكا. المهم سلكت راسي مع هذيك الوقيته ودخلت للبيت، بقيت تنبكي حتى حاطه الوساده فمي وتنغوت وسط الوساده وكنبكي وتنقمش في وجهي. المهم دوك الايامات كاملين حالتي تقول لي اختي وبزاف زدتي فيه. تنقول ليها هو راه ما شتيش قدام زعما نتفاتني، راه نتفاتني قدام الدراري ونتفاتني قدام البنات ونتفاتني قدام الرجاله. المهم زعما درتها مساله كرامه فهمتي، بحال هذيك السيده زعما عادتني في كرامتي قدام الناس. المهم اختي كيجيها شويه داكشي غريب وردت فعل مبالغ فيها، ولكن تدوزها لانها مسكينه كانت تثق فيا. صافي المهم حاولت انني صافي ما خصنيش باقي نبين لاختي حتى قربت تعيق بيا، يعني ديك الحاله اللي وصلت ليها قربت تعيق بيا. وحاولت انني نعيش عادي، كنخرج معها عادي، وكان مره كنلوح ليها الهضره تنقول لها يا ربي نتلاقى مع هذيك ولا ما تبقى فيا. المهم حتى تقريبا تناسيت، ماشي نسيت ولكن تناسيت، لان تنقول ما عندي حتى شي ذنب في داك الشيء. فعلا ما كانش عليا نركب معها في الطوموبيل، ولكن ماشي الذنب ديالي، انا ما درت حاجه. ها شنو كنت ناويه انا داك السيد؟ فعلا كنت ناويه زعما الا كان قال لي الزواج نقول لي زعما بحال وليت رسمته في راسي بانه هو رجل الاحلام ديالي. صافي دازت هذوك الايامات، بديت شويه كنرجع بشويه حتى لواحد النهار بحال بديت تنمرض، حسيت براسي مشيت لهيه.
تقول لي يا اختي، قالت لي مالك حسيت براسك، حسيت بك ماشي هي هذيك. قلت لها والو ما عرفتش، ياك بغى يضربني. قلت لها انا راه حاسه بحال مدقدقه، بحال بغى يضربني البرد، بحال في السخانه ديال العظام بحال. قالت لي وسيري، قالت لي خذي زعما شي دواء ولا شي حاجه، ولا الا بغيتي ندوز لك ندوز لك. قلت لها لا ما كاين لاش، صافي بحال نهار على نهار انا اختي يلاه نبهاتني، انا راه شحال وانا حاسه براسي مشيت لي، ولكن تنقول ربما الرواح. بحال بديت تنفكر بجديه مالي، ماشي سخانه ماشي رواح ماشي، ولكن دايخه وكتشدني الرده ومرخايه وهكا، وعظامي بحال ثقالين عليا. صافي ويطيح لي في بالي داكشي اللي وقع داك النهار. قلت ناري ياك ما حامله. عرفتي ديك الوقيته بحال تصمكت، عرفتي عينيا خرجوا بحال بحال عطاني شي واحد شي تصرفيقه لوجهي. وبديت نفكر في الموضوع، ناري باقيلا حامله، ناري باقيلا حامله. مشيت دوك الايامات نيت، مشيت بالزربه خديت هذاك التيست ودرتو، ولقيت راسي حامله، وجوج شرطات حمرين باينين، زعما ما فيها لا ان ولا حتى، حامله. صافي تما وقفت بيا الدنيا، تنقول يا سيدي يا ربي، يا سيدي يا ربي، اشنو ذنبي في هادشي كامل؟ اشنو درت يا سيدي ربي حتى يبقى لي هادشي كامل؟ المهم الله يسمح لي، بديت تندب وتنجدب وما خص حتى شي واحد يعيق بيا في الدار، لا اختي ولا راجلها. ايوا صافي، اش نقول لكم، ما دوك الايامات ما عرفتش شنو غادي ندير. تنفكر لمن غنقولها، وشكون غيعتقني، وشكون اختكم ما عندهاش الفلوس اللي غندير تنشد دوك الفلوس كاملين باش غادي نطيح. اشنو غندير بعدا؟ فين غنمشي؟ فين غنجي؟ زعما لا اله الا الله. دوك الايامات دازت عليا. صافي شكون اللي طاح قدامي، شكون اللي جا في بالي؟ هو راجل اختي. كيتعامل معايا الصراحه مزيان، حنين فيا، كيتعامل معايا واحد المعامله خاصه، ديما هكا كيدوز تيدور معايا المهم تنحس بي بانه زعما عزيز عليه وتيديرني بحال اختو. مشيت واحد النهار درت وجهي في كفايه وقلت لي بغيت ندوي معاك. ديك الساعه ما كانتش اختي في الدار. قال لي مرحبا. قلت ليه شنو بقى لي وشنو بقى لي وشنو بقى لي. عرفتي تصدم. تخيلي معايا داك السيد اللي ما كنجلسش انا وياه حتى في الطبله بجوج ما تنجلسوش، الا ما جلستش اختي معايا ما تنجلسش معها في الطبله. كانت بيناتنا واحد الرسميه كان هو تيدخل من الخدمه، حتى هو ما كانش فيه الهضره بزاف، حتى اختي ما كانش يدوي معاه بزاف، كان بحال بعقلو بزاف. تيجلس بحال هكايا تياكل داكشي اللي كلا، كذا تيعلق واحد شويه هكا، غير يعلق على الحاجه هذه مالحه شويه، هذه كذا، صافي هكا. يعني تيهضر بواحد الرسميه بزاف في الدار، يعني تا مرتو هي الاخرى ما داسراش عليه. حتى انا جيت وقلت لي واحد الهضره قد الخلا، اول مره تندوي معاه وتنقول ليه هضره قد الجبل. خرج عيني مزيان ويقول لي اش كتقولي، واش كتضحكي معايا ولا شنو؟ هذا ماشي ضحك، هادشي راه بساله. قلت لي لا، قلت لي راه انت الوحيد اللي بقيتي قدامي، راه شنو واقع وشنو واقع وش اللي عطا الله. صافي السيد في هذيك اللحظه ما فهمش بعدا كيفاش انا احتاجيت قلت لي ديك الهضره، غير هذيك بوحدها زائد هذاك الشيء اللي قلت، ما عرفش ما يدير ليا. قال لي وانتي السيد واش كتعرفيه، واش عمرك خرجتي معاه، واش متاكده بانه داك بزاز شنو تيدير هذا؟ قلت لي انا ما تنعرف عليه حتى شي حاجه من غير سميتو، فين كاينه دارهم، راه ما غاديش يقول لي فين كاينه دارهم وانا ويلي هادشي، شكون مو شنو كنيتو داكشي. قلت لها ما تنعرفش، قلت لها كنعرفوا بانه هو كيبغي هذا اللون، كتعجبو هذه الماكله، كتعجبو هذه البنت كيفاش دايره، كتعجبو هذه الحاجه كيفاش دايره، صافي هادشي اللي كنعرف. اما المعلومات الخاصه ديالو وكاع ولا قالها لي، ما غاديش يقول لي الحقيقه زعما زعما المعلومات الحقيقيه، لانه من الاول بين لي بان داك النهار قال لي بانه من الاول ناوي لي هادشي، بحال قال هاديك خاصني زعما ناخذ من هذاك الشيء اللي بغيت. بقى مصدوم، ما عرف ما يقول لي في الاول. وهذا قال لي سيري وحده سميتو نشوف اش غندير لك. صافي جات اختي بحال ما كاين حتى حاجه، جمعت دموعي مسحت دموعي وكل شيء. تقريبا داز شي يومين قال لي حياه قدام اختي، قال لي حياه واش بغيتي تخدمي؟ قلت له نخدم. قلت لي اختي كيفاش فين غتخدم؟ قال لي راه واحد صاحبي عنده واحد الريستورون بحال عائليه، ماشي زعما غير رجال بوحدهم، وهذا تمشي وتخدم، راه الصالير زوين، راه غيبداو ليها بديك 1500 درهم،
بشويه بشويه غتبدا تطلع. دابا في الاول غتبدا تتعلم، غتبدا تعطل، غتبقى كدا وتا تتعلم ديك الساعه والله يسخر. وانا نقول ليه مرحبا الله ودي، قلت له تعرفوا 500 درهم في البدايه راه زوينه. قلت له انا ما قاريه ما والو. قال لي ماشي مشكل، قال لي داكشي كامل خصك غير تعلمي وتكوني معقوله وداكشي وكلشي غيدوز على خير. قلت لي صافي واخا. شويه هكا حتى كنت غير انا وياه. قال لي شوفي النهار الفلاني راه غادي تمشي، راه درت مع واحد الطبيب، غادي تمشي طيحي قبل ما تكملي 3 شهور. مع من بعد بحال فاش حسبت لقيت بانه بحال يلاه بديت في الشهر الثاني، بحال عندي داك شهر وسيمانه، شهر و10 ايام يعني. فمن بعد ما حسبت من ديك الحادثه لديك الساعه ما دوزت ما والو، ولكن حسبت من هذاك النهار. صافي قلت لي صافي واخا. قال لي المهم استعدي. قلت لي صافي واخا مستعد نحيدو. ما صافا شنو فين غنولد، كي غنولد وشنو غنقول. المهم راه فضيحه كحله. فعلا داك النهار فاق الصباح قال لاختي، قال لها المهم راه غنمشي غنعرفها على البلاصه، غتمشي غتشوف وكذا. ومشينا مع الصباح. قالت لي اختي وبلاتي بعدا تفطروا داكشي. قال لها ما تفطر ما والو. قال لها تمشي لتما وتعرف وتفطر تما، غير بقيتي انتي ناعسه الا بغيتي. مشيت معاه، دخلني لواحد العياده كتبان شويه مشبوهه. مشيت فعلا سلمت امري الله. قلت يا نموت يا نعيش يا نموت. زعما ماشي متاكده بانني غنعيش زعما غنخرج من تما حيه. فعلا دخلت طيحت حالتي حاله. وهذاك سميتو خاص كي طيحي كيديروا لك هذوك الدواء اللي بغا يديروا لك، خاصك تخرجي في البلاصه، ما تبقاش جالسه اليوم تما. تاكدوا بانه كلشي مزيان، ما كاينش زعما شي نازف ولا شي حاجه في البلاصه. خرجت داني لواحد الدار، جلست في هذيك الدار حتى وليت هكا شويه. في العشيه ردني وكنت عيانه وباينه عليا عرفتي وجهي صفر بحال شي مرا والده وخلاص. صافي غير وصلت قالت لي اختي مالكي. قلت لها راه ضربتني الشمس، راه كنت جالسه في واحد البلاصه فيها الشمس وكذا، وبحال شدتني الرعده وبحال كذا وبحال كذا. وهي تقول لي الله يا خويتي وانت ما قداش على الخدمه، واش بينك وبينها. المهم بدات مسكينه بقيت فيها بحال كنعست. كان عندي شي دواء قال لي راجل اختي خبيه ما توريش لختك، راه تقدر تقرا ولا شي حاجه ولا تعرف شنو كاين. خبيته فعلا حتى ناكلو هكا خبيه عليها حتى وليت تقعد شويه تقريبا سيمانه. صافي نوضت قعدت قلت بعدا غير نيت تهنيت من الكرش. داكشي الاخر نشوفوا ليه الحل. كما قلت لكم دازت السيمانه. المهم هكا حسيت براسي مزيان وهذا بحال اختي قلت لها راني مريضه. وتا راجل اختي قال لي راه دويت مع السيد. قلت لي راه السيده مريضه وهذا راه داك النهار جلست في الشمس بزاف ومرضات وهذا صافي قال لي بحال قال لي زعما خليها حتى تولي مستعده وتجي. صافي كما قلت لكم بريت شويه. تتقول لي اختي واش مازال ما غتمشيش للخدمه، واش مازال ما غتمشيش للخدمه. قلت لها غادي نمشي ولكن ماشي دابا. دازت مور فاش وليت مزيان شي 10 ايام جا عندي راجل اختي ويقول لي بغيت نتلاقى انا وياك ماشي في الدار، في بلاصه خارج الدار. قلت لي صافي واخا. بحال سخرني قال لي فلانه غتمشي للسوق وغتجيبي كذا وكذا وكذا. قلت ما حتىش مولفين تيسخروني. قلت لي صافي واخا. مشيت هو تبعني. مشينا واحد القهوه. قال لي شوفي انا هادشي كامل اللي درت معاك راه ماشي درت معاك لله في سبيل الله. وانا نقول لي كيفاش؟ قال لي شوفي حياه باش ما نكذبش عليك، نتيا من اول مره شفتك تفتنت بك وما كرهتكش تكوني ليا. قلت له اش كتقول انت راك خويا. قال لي شوفي انا عندي اختي وحده راهي مجوجه، ما عنديش انا اختي سميتها حياه، نتيا خوت مرتي ماشي اختي. قلت له اش كتقول؟ قال لي المهم الفيديو ديالك فاش كنتي كديري الكورطاج راه عندي، الهضره فاش كنت ندوي انا وياك وعلى انك طيحتي وداكشي عندي. هداكشي علاش يا اما ديري هادشي تنقول لك واما نهارك ما غيدوش. قلت ليه حشوم عليك دابا داك استغلني وانا قلت لك شنو واقع ليا باش تلقى ليا الحل، باش تفكني باش نخرج من هادشي ماشي تجي تغرقني فيه. حشوم عليك هادشي راه ما يبغي لا ربي لا عبدو. واش بغيتي انا نغدر اختي؟ قال لي شوف انا ما كيهمنيش ونزيدك انا لقيت لك خدمه في واحد البار غتولي تخدمي فيه، وهداك الشيء اللي غتشدي غنقسمو انا وياك بالنص.
اول مره، اول صدمه في حياتي. شتي داك بالنسبه لي داك الاغتصاب اللي وقع ليا جاني بحال حتى حاجه على هاد الشيء دابا اللي قال لي راجل اختي. واش عرفتي شنو هي راجل اختك؟ ناري على صدمه، ناري على صدمه. عرفتي راه كنت غادي داك النهار تقلبوا لي الموازين ديال الحياه، ما بقيتش عارفه شكون انا. واش حنا كاينين في واش كاينين حنا في كوكب، ولا كاينين في غابه، ولا كاينين واش حنا بشر ولا ماشي بشر؟ حيت بديت نكتشف بنادم الوجه الحقيقي ديالو، وهو يوريني فعلا داكشي اللي عنده. تصدمت تصدمت. انا بيني وبين راسي وما بغيتش نشوف هذاك الشيء لراسي. فاش كانوا تيكديروا لي الكورطاج وهذا، عرفتي تصدمت من هذاك المنظر. المهم سلمت امري الله، قلت ليه خلي لي واحد اليومين نفكر. قال لي شوفي ما كاين لا يومين لا والو، بعدا انت غتمشي معايا دابا لواحد الدار، هذيك الدار اللي مشيتي ليها راه كاريه انا وصحابي، ومن اليوم انت هي اللي غتكوني الصندوق الاسود ديالي. حضرت راسي ومشيت معاه، وكانت اول خيانه ليا لاختي. انا غدرت اختي وخنت اختي، خنت العهد اللي بيني وبين اختي اللي ما خلات مسكينه ما دارت عليا. المهم داك النهار بالنسبه ليا شي حاجه تهرست فيا، عرفتي. ما عرفتش شنو غادي نقول لكم. تهرست شي حاجه لداخل مني، ما عرفتش واش القلب ديالي اللي مات ولا الانسانيه اللي فيا تهرست. المهم شي حاجه تهرست لداخل مني وحسيت بها مشات من هذيك القضيه اللي درت. وليت تنقول من بعد ما درت هكا فانا غندير اي حاجه من مور هادشي. وفعلا داكشي اللي درت من مور هادشي ما كيدخلش للعقل. رجعني راجل اختي للدار. حاولت اني ما نبينش واخا بانت عليا. قالت لي اختي مالك؟ لا والو، غير كذا غير كذا. قالت لي راه بنتي ليا بحال وليتي كتعيا مؤخرا بزاف، ياك ما الجو ما والو، ماكش مسكينه كتخاف عليه. وانا كنشوف ما قدرتش بعداك الشوفه في عينها، والله ما قدرت نشوف فيها ديك البرهه الاولى اللي شفت ليها في عينها وانا حدا عينيا. كنحاول هكا نشوفوك باش ما نزكيش هكا الشوفه ديالي فيها. قلت لا والو اختي والو، غير ما عرفتش، حسيت براسي مشيت عليه وكذا وكذا. المهم دوزت لها الهضره كما موالفه. اختي مسكينه كتثق في بنادم وما كتحكرش وما كتبغيش تجرح الواحد، كتنوي ما كتنويش خايف في بنادم، ديما كتنوي زوين في بنادم، ديما ما كتسبقش هذيك الفكره الخايبه. من تما وهي تبدا حياتي الكحله. شتي كون خليت هذاك البيبي في كرشي وولدته وهربت انا وياه وخدمت عليه، ربما ما اهون ليا من هذا الشيء اللي هذا المستنقع اللي دخلت ليه واللي سببي فيه راجل اختي. من داك النهار تقريبا تيقول لي راجل اختي ديري، وليت بحال العبده ديالو وكيهددني. فعلا بقيت خدامه في بار. في الاول ما قدرتش، ولكن بزز مني. ويت كنمشي للبيران تمشي بعدا. في الاول كان تيقول لي سيري من هنا لهنا. هو الهدف ديالو ماشي نكون خدامه فيه، الهدف ديالو هو نجيب الكليان، يعني ولا تيتاجر بيا. كنمشي لهذا كيمشي معايا فعلا، هو كيلبسني كيديني لهذيك الدار، كيعطيني حوايج. السيد عنده ماريو كامل، نقول ما عرفت واش خدام داكشي ولا ما نعرف. المهم راه صدمني واحد الصدمه داك السيد. ما انا لحد الان ما عرفتش علاش ما عقدتش بيه، ولكن راه انا مكلخه انا لاختي ما تنفهموش، ما كنعرفوش نقراو بنادم. عشنا دراوش بحال والدينا، مثلا ما تنعرفوش نقراو بنادم من الفعل ديالو، من التصرفات ديالو، ما كنبحثوش ورا بنادم. عنده واحد ماريو ديال الحكسويات القزبين ماكياج، داكشي عنده واجد مستف. خاصه انت الخدمه ديالته مزيانه، ولكن تتشوف بانه عنده اكثر من داكشي اللي في الخدمه ديال اكثر من داكشي، يعني مقارنه بالصالير ديالو كيبان لك بانه بزاف عنده بزاف. وهذيك الدار من بعد اكتشفت بانها ديالته، وربما دايرها بالفساد، كيشد شي وحده كيهددها كما دار لي انا دابا. المهم كيمشي كيدير لك الدار ديريكت. كندخل لهاديك الدار تنبدل حوايجي، كنرجع وحده اخرى،
كي شي مونيكا بعض المرات كنكون معاه هو النيت، بعض المرات لا، كيقول لي هانتي شوفيها كيفاش ديري، كيفاش تمشي، كيفاش تهضري. فعلا مشيت المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، تنبكي، تنبغي نهرب ليه من تما، كيرجعني، كنبغي عاوتاني نسلتي تيرجعني، حتى وليت كنتاجر باللحم ديالي، حتى وليت كنشرب، حتى وليت تنكمي، حتى وليت كندير جميع انواع الموبقات. وفي هاد الطريق هادي حملت 2 مرات عاوتاني، وتنطيح في نفس العياده، وكيزيد يهددني وتيصورني تصاور في هذيك لي بواط بهذيك الطريقه باش تنهضر وتنشرب، كيصورني وكيهددني. غتقولوا لي اختك، اختي مسكينه، بحال مشيت معاها بشويه بشويه. في الاول كنت بحال كنمشي بنهار، وانا بحال ما تنبدا حتى لورا المغرب. من بعد وليت تنقول لها لا راه كاينين فلوس بزاف في الليل، وتيقول لي راجل اختي تيقول لي راه انا غنبقى نديها ونجيبها ما تخافيش. وكنا بحال ما كناش نتعطلوا بزاف، ما كناش نوصلوا ديك الوحده وهذه، يعني 12 12 ونص كاع الا تعطلت كنرجع للدار، لانني ماشي خدامه في البواط، بحال كنمشي باش نقلب على الكليان ساعه ولا ساعتين وهكا. هكا كنا خدامين انا وراجل اختي، كيديني وكيجيبني وتيقول لي شوفي ما تخافيش عليها، انا كنديها وكنجيبها، والسيده خدامه مع صاحبي، يعني ما تخافيش راه الثقه. المهم اختي فعلا كتشوفني بانني تبدلت، وكتقول لي ها انت بديت نقصي شويه المكياج، بديت ديري شوفي وجهك كيفاش ولا، يعني من تحت الهالات، دوك الهالات السوداء من تحت عينيا، وجهي بدا تيزراك، فمي حتى هو بدا تبان فيه الزروقيه. تتقول لي مالك اختي مسكينه، كتقول لي مالكي، تنقول لها والو، غير العيا، غير كذا، نقص في الفيتامين كذا. المهم مسكينه كنغمق عليها، وهادشي كيقولوا لي راجل اختي، كيقول لي ها انت قولي لاختك، وقولي لاختك، وقولي لاختك، وانت سبقي ليها الهضره كيف ما العاده، سبقي ليها الهضره قبل ما هي تلاحظ. صافي غاديين في هذيك الطريقه الكحله. تقولوا لي مثلا هربي ولا، حتى كنحاول انني نهرب، حتى كنحاول انني نخرج من هذيك البلاصه، وكيعاود يرجعني ليها. شحال من مره كنحاول انني نهرب ليه، ولكن تيرجعني باش كيصيفط لي الفيديوهات ديالي والتصاور ديالي. ومن تما تنكون معاه تيصورني ابل فيديو، تيصورني بحال هكا فيديو، وكيبدا يهددني به. تنقول له انت كتبان، تيقول لي شوفي انا اختك، والده ليا ومسلكاني كربة بيت، اما راه ما داخله ليا ما خارجه ليا، مسلكاني كزوجه. اما زعما نتفارق معها ما نتفارقش معها، نجيب لها راه ما عنديش مشكل. يعني غنخرب حياة اختي، غادي نبان انا على الحقيقه ديالي وشوها وشحال من حاجه. صافي بقيت هكاك حتى ريحتي بدات تعطي في داك السيكتور. شافني واحد ولد السيكتور تمايا، وبدا طلق عليا واحد الاشاعه. جاب الله اختي ما سايقاش اخبار، شكون اللي شم الهضره؟ راجل اختي قال لي راه الهضره بدات تدعي عليك انا في السيكتور، وحتى الناس اللي كيعرفوه هو راه ديما راجع اللور، راه ما كيبانش هو في الصوره. الحرام كلب ديب. قال لي راه الهضره بدات تقال عليك وداك الشيء، راه صافي زعما الناس بداو تيشموا ريحتك. قال لي عرفتي غديري؟ غتزوجي. قلت لي واش انا واصله لهاد الحاله كامله؟ واش انا غطست في الفساد حتى عييت، وغطست في الموبقات حتى عييت؟ كي غندير هاد الزواج؟ شكون هذا اللي غادي يسترني، وشكون هذا اللي يقبل عليا؟ قال لي شوفي هادشي خليه عليا، انا اللي غادي ندبر لك. كاين واحد صاحبو في واحد المدينه وحده اخرى، صاحبو شويه صغير عليه في العمر، في واحد المدينه وحده اخرى، قال لي بغيت نتزوج. وفعلا مسكين جابو. فين هو بعدا داك الزين؟ بعدا نعاود لكم على الزين، فين هو الزين؟ فين ديك لاطاي؟ فين هو بسبب الشراب كرشي بحال برزات، اشلاق مكحالو بحال بدو تيزرعكو بحال هكا، سناني شويه بدو تيكحالو داكشي. المهم واحد الحاله ما نقولش لكم. قال لي غادي تشدي الارض، ما بقاش تمشي حتى شي بلاصه، غندبر لك على العرس. فعلا جاب داك السيد مسكين، غير شافني انا شويه بدا كيرجع فيا اللون، قطعت هذاك الشيء كامل، قطعت هذاك الفساد، قطعت داك الشيء كامل، وهكا وتحجبت. فاش شافني مسكين حماق عليا. انا قلت غنتزوج وندير هذوك القوالب اللي كيديروا البنات ديال البكاره الاصطناعيه، ودير من هنا ودير من هنا، ولكن بقى فيا، عرفتي راه في واحد البراءه. حشومه عليا انني نضحك عليه، حشومه عليا. فاش خرج السيد قلت له لراجل اختي مستحيل،
جيب لي شي كلب نقبل به، كلب وكلبه تلاقاو، ولكن باش تجيب لي ولد الناس وشوف كيفاش بريء ونجي انا نضحك عليه، مستحيل. قال لي واش تتزوجي بالسيد راه بغا يحماق عليك وبغا يتسطى عليك. قلت لي لا مستحيل نتزوج به. المهم اخذ ورد الاخذ ورد، المهم السيد مسكين تيمشي وبعيده المدينه ديالو بزاف، فين ما عنده مسكين شي وقيته خاص سبتو لحد ويجي ويطلبني ويزاوقني ويبقى يرمي العار على اختي. ربي الا ما هضري معاها انا راه حماقيت عليها، انا راه ما نتزوجش من غيرها. وانا تنقول ليه لا ما بغيتكش انت ما كتعجبنيش، عرفتي كنت نجرحو في الكرامه ديالو ومع ذلك مسكين لاصقني. تيقول لي انت اللي غندي، تيقول لي ما عمرني شفت شي مالات، تيقول لي انت مالك انت ما عرفتي شنو. وتبقى مع راسي تنقول لك انا راه اكبر خانزه في الدنيا، انا راه كون شتيش دوزت كنبقى نقولها مع راسي. هو تيقول لي لا انت مالك انت. اجمل وحده شافتها عينيا. المهم مسكين هذاك الدري هذاك السيد ما خلاش مسكين ما دار عليا، تيمشي لدارنا تيطلبهم تيزاوقهم، تيمشي عند خوتي كيلوح عليهم العار. ما خلاش عليا مسكين، زعما راه دار عليا المستحيل. صافي واحد النهار وهي تعيط عليا ما قالت لي ربي يا بنتي هذاك الراجل مسكين اللي كتبقاي تعذبي فيه بحال هكاك، ربي علاش ما توافقش عليه؟ شنو مشى لك دابا انت؟ شنو واش كاين شي واحد غيبغيك اكثر منه؟ كاين شي واحد دايرك ما عرفتش نقول دايرني داك السيد في شي مقام كبير. وانا اصلا كنت نتمنى تنقول انا ماشي عاديه وخاص يديني شي واحد ماشي عادي. وفعلا انا كنت نهضر بماديه، ولكن السيد من الناحيه المعنويه حطني في واحد المقام كبير اللي انا ما كنستاهلوش. ضغطوا عليا صراحه والديا وخوتي واختي حتى هي وراجل اختي بزاف، هو كيهددني بالتصاور بالفيديو تيقول لي غنفضحك واختك غادي نطلقها. صافي حنيت راسي وانا نقبل، قبلت به. عرفتي مسكين فاش قبلت به راه الدموع بكاهم. عرفتي بغيت تلح عليا وفي نفس الوقت حشم. المهم واحد التوتر وانا ضحكت نهار ضحكت، عرفتي ضحكت من خاطري تنقول شوف هذا مسكين اش داير عليا، شوف هذا السيد هذا فعلا هو اللي غادي يقدر يصونني من بعد هادشي كامل اللي دوزت، هو اللي يقدر يصونني. ما كاينش شي واحد اللي غادي يصونني في الدنيا اكثر منه. وربما هذه بشرى من عند الله. وصليتني حتى صلاه الاستخاره وهذا بان ليا كل الخير في هذاك السيد مسكين. عرفتي تسلف وتكلف ودار ليا اكبر عرس في معهم في البلاصه اللي هما يعني هو في واحد المدينه بعيده. تيديروا العرس بواحد الطريقه زوينه، كيديروا فيها 7 ايام. كيكبروا بالعروسه بزاف وداك الشيء ما عمرني انا شفتو. عرفتي دار لي واحد القيمه كيهتهت بيا، دير لي واحد القيمه قدام دارهم قدام عائلته. ها هي حياه شتوها تعرفتوا ليه شتو حياه. عرفتي مسكين واحد الدرجه. عرفتي تنقول علاش ما تلاقيتش مع هذا السيد قبل، علاش ما شدش فيا الشده فاش انا مازال ما غلطت مازال ما درت حتى حاجه. علاش؟ المهم سلمت امري الله وقلت ليها ليها. جا نهار ديال الدخله وانا نجلس وحدايا، قال لي شوفي الا كنتي خايفه ولا شي حاجه صافي ما تكون حتى حاجه تتكوني على خاطرك. قلت لي جلس حدايا فعلا. وانا نعاود ليه ما عاودش ليه بطبيعه الحال كلشي. قلت لي انا اغتصبت وها كيفاش السيد تهددني ومشيت معاه شي مرات لانه غيبان لي بانه ماشي مره واحده باينه. صافي تصدم مسكين وبقى ساكت شحال وشويه وينوض بقى تيضرب في الحيط وتيغوت تيقول لي علاش ما قلتيش ليا هادشي، علاش خبيتي عليا؟ تنقول ليه ما جاش الفرصه وانت لصقتي فيا وهداك الشيء علاش انا ما قابليش بيك. على انا واش كنت نتهرب منك غير هكاك؟ انا عارفه راسي شنو واقع ليا داك الشيء باش ما بغيتكش من الاول. صافي قال لي اسكتي ما تهضريش اسكتي وينوض. عطاني واحد السلخه ديال العصا، ولكن والله العظيم الا هذيك العصا اللي عطاني هذاك النهار وحق الله العظيم الا كانت ما اعتبرتهاش بانها عصا، اعتبرتها بانه واحد الجزاء خاص واحد بحال. المهم جاتني داك العصا ديالو بحال السمنه للعسل الصراحه. خاصو غير يسترني وانا نستاهل القتيله ماشي نستاهل غير داك الضرب بحال هكاك. وعاد هو راه كيتسحب لي واش انا غير ضحيه، ولكن ما رضاش. راكم عارفين عزه النفس ديال اي راجل وكرامته ما يقبلش بحال هاد الحوايج هادو. ولكن قلت انا راه نستاهل اكثر،
ونط بحال هكا صافي ضربني، نط. من طبيعة الحال هكا مع حنا بحال قلتي صبحت في دارهم نيت، وكاين هكا باقي الناس والتطبار باقي عندهم دوك العادات بحال هكا اللي خص يخرج السروال وداك الشيء. صافي يعني حنا الصداع ديالنا لداخل ما مسموعش، راه غوت وانا بكيت وبقيت تنطلب وبقيت شحال من حاجه، واخا كنت حاجه ما تسمعت على برا حتى شي واحد ما عرفنا شنو زعما شنو واقع عندنا لداخل، لان الناس بحال هكا تيديروا الصداع باش ما فهمتي، باش ما يكون زعما شي احراج ولا فهمتي، كيكونوا هكا الناس يطبلوا وتيشطحوا داكشي وكيتسناو في نفس الوقت. المهم هما باقيين متشبتين بالعادات والتقاليد ديال انهم يخرج السروال وداكشي. من بعد هز بحال هكا سميتو يديه جرحها، دارها في واحد السروال عطاتو ليا مو ديك الساعه قبل ما ندخل، عطاتو ليا مو. ضرب بحال هكا يديه ودار فيه هذاك الدم، المهم دار واحد البلاصه اللي ما تكونش باينه. صافي قال لي قلت له شنو كدير؟ قال لي غنخرج لهم بعدا داكشي هما اللي بغاو، هذيك الساعه ومن بعد نتفاهم انا وياك. قلت لي لا راه غنجمع حوايجي ونمشي. قال لي شوفي انا بغيتك وغادي نسترك، وهذا الشيء اللي وقع بيني وبينك هاد الليله بنت الناس اعتبري بحال ما عمره ما وقع، صافي سر بيني وبينك. خاصني انا غير واحد النهار ما نسمعش الهضره من على برا وصافي، هادشي اللي كيهمني. شي حاجه اخرى انا مستعد انني نبدا معاك صفحه جديده، ونتمنى انك بصح تكوني غير ضحيه. صافي خرج ليهم داكشي اللي بغاو يخرج ليهم، طبلوا شطحوا نقزوا عدو استيجات سلمات عليا، هما كيعطيو حتى الفلوس الصباح ديال هكا النهار ديال الدخله كيعطيو حتى الفلوس للعروسه وداكشي. المهم صراحه مساكن فرحوا بيا، انا تنبكي. تقول لي امي، تقول لي واه انتي والحمد لله دوزتي كلشي على خير، عدوزتي تقول لي تبارك الله بنت الناس مأصله. المهم صراحه داك العز انا ما كنستاهلوش، ولكن هادشي اللي عطا سيدي ربي. صافي الراجل بقى غضبان عليا شحال، راه تقريبا راه جاي لشي 4 شهور وهو غضبان عليا. صافي بدات كترجع العلاقه بشويه بشويه بشويه. صراحه دابا راه دوزت معاه تقريبا شي 6 سنين ديال الزواج. راه الاحترام والتقدير والحب اللي كنشوف في عينين ديال داك الراجل راه ما عمرني في حياتي ما شفتهم. عرفتي مسكين، زعما الله يخليه ليه ويحفظه ليا وصافي. انا ولدت مع جوج ديال الوليدات الحمد لله والشكر لله، وباقي معايا ولد الناس، وما عمره ما عايرني بهذاك الماضي ديالي، ما عمره. وانا تنتمنى ان ربي يستر عليا، وانه عمري ما يفضحني، عمره ما يفضحني بهذاك الشيء اللي وقع. يا ربي يا ربي، انا بطبيعه الحال ما تزوجش في نفس المدينه، يعني صعيب باش يعرف راجلي شي حاجه عليا، خاصه انه راجل اختي بوحدو اللي عارف. انا راجل اختي لحد الان كنشوفو كنترعد، لحد الان كنشوفو كنبغي نرد، تنتفكر كاع هذاك الوسخ فاش كنت، وتنكرهم من كل اعماق قلبي، وتنعتبره بانه هو السبب في هذا الشيء كامل. اللواني فعلا تكرفس عليه، ولكن ولد راجل اختي استغلني ابشع استغلال، وما عمري ما غنسى الغدر اللي بطبيعه الحال اللي غدرت اختي. من هنا كنوصيكم البنات ردوا البال، الله يعطيكم الستر لما ردوا البال. حضروا روسكم، مابقاوش تيقوا، ما تقوليش هذا غنركب معاه في الطوموبيل، هذا غندير ليه هذا. ومثلا كاع وقع الفاس في الراس وغلطات الوحده ما تماداش في الخطا ديالها. طحتي في شي مشكل بحالي انا اللي لا حول لي ولا قوه، انا تنعتبر راسي بانني ضحيه ديال هذاك السيد. من طبيعه الحال الاولاني نمشي نقولها لمي، نقولها لبا، نقولهم خوتي مضغوني ما يسرطونيش، وما نعطيش راسي، ما نسلمش راسي للشماتة بحال راجل اختي. وهذه هي قصتي، ونتمنى انكم تاخذوا منها العبره وتردوا البال مزيان، ان ربي يسترها عليا مع ولد الناس. كون ما كانش هاد ولد الناس تنتفكر بحال هكا، تنقول كون ما كانش هو كون راني باقا غارقه في الوسخ والعفن، وباقا على من الله. دابا انا راه ما عرفت فين وصلت في الفساد، والله يستر كون راني لقت ليا شي مصيبه كحله. ايوا الحمد لله على كل حال، وهذه هي قصتي وهذه هي حكايتي. نتمنى انكم تخليو تعاليق زوينه لهاد السيده هذه صاحبه القصه، ونتمنى انكم تخليو لي التعاليق ديالكم اللي تشجعوني وتحفزوني، وتخليوني نقلب لكم على قصص اخرى جداد، وقصص اللي فيهم العبره والموعظه ان شاء الله. استافدوا من بعضياتنا وكل شيء، وتهلاو.